رغم ثبوت التهمة على حمزة الذيبي اللي تتمثل في قتل ولد عمه هارون الذيبي ذي ال4 سنوات في رمضان، تحديدا 11 مارس 2025، وفي محاولة لدفع التهمة عنه، استند محامي القاتل إلى أن المتهم عنده إعاقة ذهنية وعنده بطاقة إعاقة ذهنية تثبت ذلك. يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 خرجت أخبار جديدة مهمة تخص قضية هارون وتخص وضعية القاتل القانونية. أبقوا معانا باش تعرفوا شنية اللي صار وآخر الأخبار والتطورات، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وللي ما يعرفنيش، أنا حميد زغدودي، نتبع القضايا ونحكي على أسرارها، وإذا يعجبك المحتوى هذا اشترك في القناة. في محاولة للدفاع عن القاتل حمزة الذيبي، استند المحامي الخاص به إنه حمزة عنده إعاقة ذهنية، أي إنه مداركه العقلية محدودة، وإنه يتمتع ببطاقة إعاقة ذهنية تثبت الحالة متاعه، ولكن حسب ما صرح به أقارب القاتل والمقتول وأهالي حي الزهور بالقصرين، فإنه القاتل كان بكامل مداركه العقلية وإنه إنسان عادي كيفه كيف الناس الكل. التصريحات هذه خلت أفراد الأمن الوطني يشكوا في مصداقية بطاقة الإعاقة الذهنية اللي تحصل عليها القاتل، مما اضطرهم إلى عرض القاتل على مجموعة من الأطباء لمعاينة حالة حمزة الذيبي قاتل هارون. الثلاثاء 15 أبريل 2025 خرج الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية وأعلن صدور التقارير الطبية المتعلقة بالقاتل، وأثبت تقريران طبيان متعلقان بقاتل هارون الذيبي أن القاتل لم يكن تحت تأثير أي مواد مخدرة، ولم يكن فاقد للأهلية أو للمدارك العقلية، بل هو شخص محدود الذكاء نسبيا دون أن يصل إلى مرحلة التخلف الذهني. ووفقا لنفس المصدر، فإن القاتل حمزة الذيبي مسؤولا جزائيا على الجريمة اللي قام بها، وتصنف هذه الجريمة كجريمة قتل عمد مع سابقية القصد، وذلك وفقا لأحكام الفصلين 201 و 202 من المجلة الجزائية. وتجدر الإشارة إلى أن الأمن الوطني قبض على العون اللي أسند بطاقة الإعاقة الذهنية لحمزة الذيبي، وفي انتظار تطورات أخرى نترككم في أمان الله.